بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم عن ضرب الكسور. سنتعلم أولا ضرب كسر في كسر آخر. لضرب كسر في كسر آخر يكون ناتج الضرب هو كسر بسطه هو ناتج ضرب بسطي الكسرين، ومقامه هو ناتج ضرب مقامي الكسرين. مثال: ما ناتج الضرب؟ ثلثين ضرب ربع. نقوم بضرب البسط الأول 2 في البسط الثاني 1، 2 ضرب 1، والمقام بالمقام 3 ضرب 4. يكون الناتج 2 على 12 أو 2 من 12، ويساوي في أبسط صورة سدس. لتوضيح عملية الضرب نقوم بتمثيلها هندسيا. ثلثين ضرب ربع يعني ثلثي الربع. لدينا الجزء المظلل يمثل ربع. نقسم الشكل إلى 3 أقسام متساوية، ونأخذ ثلثي الأجزاء المتساوية. لدينا الآن ثلث، ولدينا الآن ثلث آخر، فيصبح الجزء المظلل باللونين الأصفر والأحمر معا هو 2 من 12 جزء متساوي، ويساوي 2 من 12 ويساوي السدس. للتمثيل باستخدام خط الأعداد، نحاول تمثيل عملية الضرب السابقة باستخدام خط الأعداد. ثلثين ضرب ربع. لدينا الآن صفر، الربع، ربعين، 3 أرباع، 4 أرباع اللي تساوي 1 صحيح. نقسم المسافة من صفر إلى ربع إلى 3 أقسام متساوية: 1 من 12، 2 من 12، و3 من 12. هاي هي اللي هي ربع. نأخذ ثلثي الربع. ثلثي الربع يعني 2 جزئين من 3 أجزاء مقسم إليها إيش؟ الربع، اللي تساوي 2 من 12. سنتعلم الآن ضرب عدد صحيح في كسر. عملية الضرب عملية بسيطة. لضرب عدد صحيح في كسر أضرب العدد الصحيح في بسط ذلك الكسر، وأحتفظ بمقام الكسر كما هو. مثال: 3 ضرب خمس. يمكن كتابة أيضا 3 على صورة 3 على 1. نضرب 3 ضرب 1 3، والواحد ضرب 5 يساوي 5. 3 ضرب 1 على 5 ويساوي 3 ضرب 1 3 أخماس. انظر إلى العدد الصحيح. نضرب العدد الصحيح في البسط. نلاحظ الآن التمثيل على خط الأعداد لعملية الضرب. 3 ضرب خمس يعني لدينا 3 قفزات، طول كل قفزة منها خمس. 5 أخماس طبعا تساوي 1 صحيح. لدينا القفزة الأولى خمس، القفزة الثانية أيضا أخرى خمس، والقفزة الثالثة خمس، يصبح الناتج 3 أخماس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.